زي ما قلنا مفيش اعلام بدون ثقافه ولا ثقافه بدون اعلام. يعني اللي كان بيعملوا ثروه عكاشة من 70 سنه وقصور الثقافه و الى اخره، ما ينفعش انا النهارده انفق عليها. هتقول لي لا انا ازاي؟ مين هيوصل للفلاحين؟ انا ممكن اوصل. الفلاح قاعد زيي وزيك ماسك التيك توك وقاعد بيتفرج. الفلاحين النهارده بيعملوا برامج على التيك توك. على التيك توك ايوه بيتكلموا ازاي؟ مبدعين كمان. يعني هنا فكرة بيلمسوا قضايا هنا ممكن تكون ده حقيقة. مهمة جدا على فكرة، والله حساسة جدا. حتى اللي فيها سخرية وكوميديا برضه لها معنى، لها مغزى، وده عمق الشعب المصري. وهنا بقول لحضرتك مسألة الثقافة ايه؟ ان الاعلام الذي يقدم عكس ثقافة الشعوب يفشل على طول. يعني لو انت مش مؤمن ان انت هتقدم لناس منوره زي حضراتكم وفلاحين قاعدين في الغيطان وناس تحت خالص مش فاهمه اي حاجه، انت المفترض الرساله الاعلاميه بتاعتك ولغه الخطاب تناسب دول كلهم. ما ينفعش بقى اطلع الفلاحه ومكياج وبترقص وتقول الدنيا زي ده كلام غير سليم وغير واقعي. هنا برضه مساله اخلي بيك التعامل مع الازمه. يعني احنا ازاي بننظر الى الازمه في التعامل معها؟ من حوالي 10 15 سنه او يعني بدايه الالفيه الثالثه كان بيقول لك معاك اول 5 دقائق، الدقيقه السادسه ضدك. يعني انت لو ما ردتش خلال ال5 دقائق الدقيقه السادسه هتبقى ضدك. احنا بقى ازاي بنتعامل مع الازمه؟ لو جينا بصينا مثلا خلال ساعات، هديلكم مثال بسيط خالص. الموضوع بتاع تليجراف لما اتكلمت عن الاسلحه اللي في مطار رفيق الحبيبي. السلام. ده مثال. لسه كنت بقول لك عليه. المثال ده لازم نبص له بكل هدوء. التليجراف البريطاني قالت ايه؟ ان في سلاح وده تمهيد زي ما بيقولوا عليه قديما اسمه تمهيد الارض. عارفه فكره لما كنا نبعت يدي جواسيس؟ الاكسكيوز. ايوه ده نفس اللي حصل في 67. عارفه لما نبعت جواسيس يبداوا يسيبوا قلاقل ويعملوا اسمها تمهيد الارض، بحيث ان المحتل لما يجي يكسح بهدوء. يبقى عنده حق الكسح. حق جميل. شرعي. فهو هنا بيدي مبرر لاسرائيل بضرب المطار، لان اسرائيل عندها في البلان بتاعها ان المطار ده لازم يتضرب. بيحرك مين؟ اخلاله سبب. بيحرك مين؟ ركز معايا، التليجراف البريطانيه. ده كلام جميل. هو دي يا جماعة واحد بس بقى عارفه ازاي الموضوع؟ واحد لاعب إسرائيلي. البنك. يا جماعة خدوا البنك بقى اتلعب ازاي؟ بيحرك مين؟ التليجراف البريطاني. ده حقيقة. ما احنا متفقين الأول أن الإعلام أداة من أدوات كلام مش دلوقتي، اليوم ما قلش. 70% منها يهودية. وحياة حضرتك من أيام الفراعنة والجدران المعابد ده موجودة بنفس الشكل على عبر السنين. هنا بقى كيف تستغل الدول الإعلام؟ طبعا أنا مش في محاضرة بس أنا هقول لك في نقط بسيطة خالص. الإعلام ده هو أداة للحرب، بدليل إن أي جيوش بتنزل أي حملة يبقى معاها ميديا كامبين. لازم يرسموا. والله أنا اتفرجت على الميديا كامبين بتاعت شارون لما كان نازل الانتخابات. أنا شخصيا قلت أنا لو مواطن إسرائيلي هتعاطف مع شارون، يعني هنتخبه. واحد بيقول لك انا قدمت للشعب الاسرائيلي كذا يا جماعة جمال البريطاني عمل ايه في حرب اكتوبر مع تمام. جيش مصر؟ تمام جميل. نيجي بقى لنقطة معالجة. لا مهمة. في تقول المعالجة عالجتها ازاي الدولة اللبنانية ما أنا والله لسه برجع لها أهو. عشان ده مهم قوي. فالتعامل مع الازمه، الدوله اللبنانيه عملت ايه بقى؟ راحوا جايبين كل المسؤولين مع السفير المصري، كل الدبلوماسيين اللي موجودين في العاصمه اللبنانيه بيروت، وعملوا لهم زياره لتفقد المطار بالكامل. مع يوتا اللي هي رئيسة بتاعة الطيران العالمي دي اسمها ايه؟ لا حضرتك في التعامل مع الازمه. هنا بقى لو كنا بنتكلم بمصداقيه لصالح الوطن، احنا عندنا خلل في هذه الجزئيه على وجه التحديد. اننا دائما
متاخرون. يعني الحجاج ماتوا واتدفنوا وبتاع، وانا جاي بعدها بعد العيد بعد الدنيا ما بقت زي الفل، وبدا الغضب بقى يقول لك ايه كميه المصريين اللي بتقول. يطلع رئيس الحكومه يقول لك وقف 16 شهر. بديهيا لازم يبقى عندي بلان ايه وبلان بي. يعني لو حصل كذا هطلع اقول كذا، لو حصل كذا هطلع اقول كذا. دي بيسموها في لغه الاعلام ايه؟ الكيوز اند ايز. اسئله واجوبه، تطرح اسئله وبتستنكر. طب انا لو قلت لك دلوقتي انت هترد كل ما تستنى كل ما الاشاعات كمان بتزيد، كل ما لا، ده كل الضخامه. الاعلام قائم على الحقيقه. ليه قائم على الحقيقه؟ لان الشائعه نفسها، الشائعه وهي شائعه فيها جزء كبير من الحقيقه. لان الشائعه لو ما فيهاش حقيقه مش هيبقى عندها قابليه انها تتصدق. يعني احنا دلوقتي قاعدين في صالون، يطلع يقول لك ده هم قاعدين في الصالون قالوا كذا فوق حاجه مالهاش اي علاقه. ايه اللي حصل؟ صالون بس في صالون. فعلا في صالون. وفي ناس، ويا سلام بقى لو في لينا صور واحنا قاعدين بنتكلم خلاص. اي حاجه هتتقال على لساننا دلوقتي يا لهوي تصلح انها تصلح للنشر طبعا تصلح انها والتصدير. تبقى مشروع شائعه. بالظبط. فما بالك ان الشائعه قائمه على الحقيقه. الاعلام نفسه ما يبقاش فيه حقيقه. فكره التلوين خلصت. فكره ان انا اخد الناس واضربهم في الخلاط دي فكره انتهت. اللي بيشوفها كده كانه داخل متحف الشمع، يعني يقول لك ايه العالم الفلاني ده موضوع تاني خالص. القضيه المهمه زي ما سعادتك كنت بتتكلم دلوقتي في مساله الرقمنه والديجيتال. احنا حظنا سيء قوي في الرقمنه والديجيتال. مش لحاجه، لان احنا كل حاجه دخلناها متاخر. لو جينا مسكنا التسلسل الزمني من 2011 هتلاقي ان كل ده حصل لان الناس دي كانت متقدمه في الديجيتال. وانت لغايه 2011 احنا قاعدين بنتفرج ايه اللي بيحصل. الناس دي عملت زي ما بيقولوا غرف مغلقه، والناس قعدت تتكلم مع بعض وتحدد والى اخره. واحنا ما عرفناش الكلام ده. نفس الاسلوب اللي عملوه مع ترامب وبايدن في الانتخابات. فكره الغرف المغلقه. جميل. الساوند كلاود والى اخره. يعني قصدي اقول لحضرتك ايه؟ ان احنا برضه بدانا متاخر. لو بنتكلم بقى بمصداقيه ولصالح هذا البلد، احنا النهارده لازم نقيس حاجه مهمه جدا. احنا موقفنا ايه على النيو ميديا؟ مش عايز اقول لك جو بايدن قابل اهم 10 يوتيوبرز في امريكا. سيبك من جو بايدن وسيبك من الرئيس الامريكي، خلينا في رئيس الحكومه، خلينا في وزير اي وزير الزراعه.